السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم الاخوان في هذا الفيديو الجديد اللي انا متاكد بانكم غادي يعجبكم وغادي تستافدوا فيه بزاف، ونتمنى انكم تكملوا الفيديو حتى الاخر ودعمونا بلايك باش تشجعونا على نشروا المزيد ونستمروا معكم في هذه السلسله ديال مواكبه كل ما هو جديد على المنتخب الوطني المغربي واللاعبين والاخبار على كل ما هو جديد في المغرب. فكيتير مستقبل الدوري المغربي اشرف حكيمي الفضول ديال الاعلام مع الاقتراب ديال انتهاء العقد ديالو مع النادي ديالو البي اس جي الفرنسي، فيما كتعتبر مجموعه من الانديه العملاقه الاخوان في الدوريات الاوروبا اللي كتعبر على الرغبه ديالها الكبيره باش يحصلوا على الخدمات ديال اشرف حكيمي. وانا كنظن غادي تكونوا عرفتوا بعض من هذه الانديه هذه، وحسب التقرير ديال صحيفه في جاجاز فان ثلاث الانديه كتطلع باش تعاقد مع حكيمي في هذا الصيف المقبل، وكيتعلق الامر بريال مدريد الاسباني. نعم الاخوان، ريال مدريد، وانا عرفتكم غادي تكونوا حطيتوا هذا النادي هذا في القائمه الاولى، ومانشستر سيتي اللي كانت باغيه من شحال هذه، وليفربول الانجليزيين، دون الحديث على محاولات بي اس جي الحثيثه باش يجدوا العقد ديال النجم المغربي ويخليوه يبقى في العاصمه الفرنسيه لسنوات اخرى. فنفس التقارير كتقول بلي ان مانشستر سيتي كيشوفوا بلي حكيمي خليفه محتمله لكايل ووكر، لا عارفينه كاملين بلي انه كبر في العمر بزاف، ولا غادي ينهي العقد ديالو ايضا عام 2026، وغادي يغادر النادي في فتره الانتقالات الصيفيه، مشيرا الى ان مسؤولي سيتيزنز راه معجبين بحكيمي بزاف، وماشي فقط على الصلابه الدفاعيه ديالو، بل ايضا القدره ديالو على المساهمه في الهجوم. يعني الا كان حكيمي في اليمين وغفارديول الكرواتي على اليسار اللي بجوجهم واعرين دفاعيا وواعرين بزاف هجوميا، ورا اللهم بارك السيتي غادي تكون طياره في الاظهره ديالها. بحسب نفس المصادر كتشير بلي ان ريال مدريد ايضا كيشوف اللاعب المغربي خيار مميز في مركز الظهير الايمن، وهو المركز اللي ضعف بزاف مع الاصابه ديال داني كارفاخال، وراه مديبانين دابا غير بلوكاس فاسكيز. وكيوضح ريال مدريد انه بالرغم من الكسندر ارنولد اللي كان هو الخيار الاول الميرينغي اللي كانوا حاطينه، الا ان النادي ما غاديش يستبعد البدائل، خاصه الا قرر اللاعب الانجليزي الكسندر ارنولد باش يجدد العقد ديالو مع ليفربول. فدون الحديث على علاقه حكيمي السابقه مع ريال مدريد والصداقه ديالو مع كيليان مبابي اللي جا لمدريد، وان حكيمي كان طلع في مدريد في الاكاديميه ديالهم، ما غاديش يمكن باش يكون هذا الشيء صعوبه، او ما غاديش يكون هذا الشيء هذا صعيب على حكيمي باش يرجع او تكون العوده ديالو الى العاصمه الاسبانيه. اما بالنسبه لليفربول فالتقرير كيوضح بلي ان الفريق غادي يحط حكيمي ضمن الاولويات ديالو في حاله عدم تجديد العقد ديال ارنولد والى اختار الرحيل، فذلك من اجل اضفاء الوجود في العمق على الجهه اليمنى من ناحيه دفاعيه والهجوميه لليفربول. ايضا فراهم ايضا حاطين حكيمي كخيار اول في حين مغادره ارنولد للفريق الانجليزي. فراه حكيمي شارك مع نادي بي اس جي في 10 مباريات هذا الموسم، سجل من خلالها هدفين وساهم بثلاث تمريرات حاسمه، وراه كتعتبر من افضل لاعبي البي اس جي في هاد السنه هذه او في هذا الموسم، ومن افضل لاعبين في الدوري الفرنسي بصفه عامه. حكيمي كتفر على مستويات رائعه ومميزه في هاد المواسم الاخيره. فاثناء الاسباني لويس انريكي مدرب ديال بي اس جي الفرنسي على الدوري المغربي اشرف حكيمي، وذلك قبل لقاء نادي ايندهوفن الهولندي في تشامبيونز ليغ دوري ابطال اوروبا نهار 3 ضمن دوري ابطال اوروبا. وكيوضح هاد المدرب هذا الكبير الاسباني خلال الندوه الصحفيه اللي كانت يوم الاثنين بان الدار الايمن لاسود الاطلس اشرف حكيمي لاعب من طراز عالي، وكيأكد بان حكيمي لاعب شاب اللي كيتمتع بالخبره الدوليه. واضاف ايضا مدرب بي اس جي على حكيمي بان الاداء ديالو مشابه للموسم الماضي، وكيعتقد انه تحسن دفاعيا بزاف وزاد فاعليته الهجوميه، مبرزا بان حكيمي بات اكثر نضجا وكيمثل اضافه للزملاء ديالو، وهو ما يعني انه تطور بزاف واللي ولا كابيتان هاد السنه هذه او في هذا الموسم هذا. فبجدير بالذكر بلي البي اس جي ولا قريب من حسم ملف الدوري المغربي اشرف حكيمي ظهر ايمن الفريق البي اس جي، واللي باغي بقوه باش يمدد المقام ديالو بشكل رسمي والعقد ديالو ايضا، ويقطع الطريق على الانديه اللي كتربص به للتعاقد معه، كما قلنا سابقا في المقدمه ديالها الفريق الاسباني ريال مدريد، اللي عندنا عاوتاني مانشستر سيتي سيتيزنز، وعندنا ايضا ليفربول في حاله مغادرات الكسندر ارنولد الفريق. فالاخوان ما كرهتش تخليو لي الراي ديالكم بخصوص حكيمي، وكمل الفيديو حتى الاخر.
وندوزو ليه صمد زلزولي، اللاعب الشاب اللي ولا واعر بزاف هاد الاونه الاخيره واللي طلع المستوى ديالو واللي خدم على راسو صراحه. فالمدرب ديال بيتيز بيليغريني كيقول بانه سعيد بزاف بالتجديد ديال عقد الزلزولي، وكيقول مانويل بيليغريني المدرب ديال ريال بيتيز الاسباني بلي انه كيعرف على السعاده ديالو بتمديد اداره النادي مقام الدولي المغربي عبد الصمد زلزولي مع الفريق الى غايه سنه 2029 باش يقطعوا الطريق على الانديه اللي كانت كتشابهوا للتعاقد معاه. وكيقول بيليغريني في الندوه الصحفيه اللي سبقت مواجهه فريق جيفورا في كاس ملك اسبانيا، زلزولي لاعب كيتحسن كما انه منفتح جدا لمواصله التطور ديالو وعنده العديد من الخصائص الجيده. وكيقول ايضا بيليغريني بلي انه سعيد بزاف من اجل تجديد العقد ديال عبد الصمد الزلزولي وكيشوفو كيتدرب كل يوم وكيعرف الظروف ديالو، الامر اللي كيعتمد على اللاعب الا كان باغي الاستمتاع او الاستماع الى الجوانب اللي غادي تحتاج الى التطور وغادي يزيد لقدام ان شاء الله. وهادشي اللي لاحظنا عليه. فاختتم بيليغريني كيقول بانه كيعتقد ان الجميع في الصيف غادي او كان الرحيل ديال زلزولي لا محاله منه من فريق بيتيس، ولكن طلب منه البقاء لانه عارف القيمه ديالو وراهن عليه بزاف وهو في الطريق الصحيح. وهادشي ما ندمش عليه صراحه لان زلزولي قدم اداءات لي خرافيه مع بيتيس في هذا الموسم هذا الجديد وفي المباريات الاخيره. وعلى نادي ريال بيتيس الاسباني في بلاغ له على الموقع الالكتروني الرسمي ديالو تمديد ديال العقد الدولي المغربي عبد الصمد زلزولي لموسم اضافي اللي غادي يرتبط به الفريق الى غاية 2029. وجاء التحرك ديال إدارة النادي بعد الاستفاقات اللاعب المغربي في الفترة الأخيرة كما قلت لكم سابقا وتألقه هجوميا جيدا سواء مع النادي ديالو أو مع المنتخبين المغربيين الأول والأولمبي. وغادي نختتموا هذا الفيديو هذا مع شادي الرياض، بحيث شادي الرياض غادي يستعد باش يرجع للملاعب. فالدوري المغربي شادي الرياض لاعب كريستال بالاس الانجليزي لكرة القدم في المراحل الاخيره ديالو باش يرجع الى الملاعب بعد الغياب الطويل بسبب الاصابه. وكأكد موقع لندن وورد البريطاني بلي ان الرياض غادي يقترب من العوده بشكل رسمي بعد التوقف الدولي في شهر نوفمبر المقبل. وغادي يوضح المصدر بلي ان اللاعب كيتدرب حاليا بشكل جيد وفق برنامج خاص اللي حطوا المعد البدني للفريق وكيبدو في او كيبان في حاله جيده وفي حاله صحيه افضل من الماضي. وكان المدافع المغربي تعرض للاصابه خلال مواجهه فريقه قدام نوريتش سيتي في 27 غشت الماضي في الدور الثاني من كاس الرابطه المحترفين الانجليزيه، وهو ما ادى ديالو الى غيابه لفتره طويله لي كتجدر الاشاره بان شادي الرياض انتقل في الميركاتو الصيفي الماضي من صفوف ريال بيتيس الى كريستال بالاس الانجليزي لكرة القدم اللي كانت صفقة لي زوينة واللي كتشرف شادي الرياض كلاعب وكتشرف ايضا البلاد ديالو كأن المنتخب الوطني المغربي عنده لاعبين اللي كيلعبوا في دوريات كبرى وفي فرق عالمية وقوية جدا. فالعقد ديال شادي الرياض كيمتد الى غايه 30 يونيو 2029 اللي كان قادما من فريق ريال بيتيس الاسباني كما قلنا. وهذه هي نهايه الفيديو، نتمنى انكم تعطيونا لايك على هذا المجهود هذا اللي كنديروا باش تشجعونا على نشر المزيد. نتمنى يعجبكم الفيديو، نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه. السلام عليكم الاخوان، شكرا بزاف على المشاهده ديالكم. نتمنى انكم تعطيوني الراي ديالكم بخصوص الفيديوهات ديال الاخبار، واش عجبكم، واش نديروا شي اضافات، واش نزيدوا شي حاجه. نتمنى انكم تعطيونا الراي ديالكم وتعطيونا النصائح ديالكم وتعطيونا لايك سبسكرايب، عطيونا الراي ديالكم في الكومونتير وغادي نجاوب على كل شيء. نتمنى يعجبكم الفيديو ان شاء الله. غادي نواكبوا معكم كل ما هو جديد على المنتخب الوطني المغربي بمحتوى جيد ورائع ونظيف. نتمنى انكم تستمروا معنا بالدعم ديالكم فقط، احنا غادي نواكبوا معكم ان شاء الله. نتلاقى في فيديو قادم، مع السلامه، شكرا جزيلا على المشاهده.